السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد أعرفه من يومين بعد الفجر كده جه، قال لي عايز أسألك على حاجة. اللهم بارك. شاب، مظهره جميل، اللهم بارك، بيشتغل شغلانة جميلة وساكن في مكان لطيف ومتزوج وبتاع. فبيقول لي يعني الفترة دي فتنة النساء شديدة جدا عليا، وخاصة في المكان اللي أنا شغال فيه تحس الستات بترمى عليا. يعني بقى الكلام والهزار، وانت عارف بقى في ناس كده ايه بيكرشوا على ناس وبتاع. فبيقول لي يعني اعمل ايه؟ يعني انا الدنيا دي الفترة دي بايظة معايا خالص. يعني حابب اقول نصيحة للطرفين، يعني للراجل للفتاة وللشاب. يعني بالنسبة السلام عليكم. بالنسبة للشاب والفتاة الاتنين مع بعض، اعرفوا ان ربنا عز وجل خلق الذكر والأنثى ايه عشان وضع فيهم الغريزة اللي هم يتقربوا لبعض، ويكون وبعد كده عن طريق الشهوة، وبعد كده ربنا عز وجل وضع اللي يحل المشكلة دي ألا وهي الزواج، وأمر بتسهيل اللي يسرع في القصة دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والحديث وإن كان في الحديث ضعف: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فهو له وجاء. وطبعا علميا معروف ان طبعا الرجل والمرأة مختلفين فسيولوجيا وسيكولوجيا وطبيعة الجسم وكل حاجة. فالرجل أكثر احتياج للمرأة من ناحية العاطفة ومن ناحية الشهوة والقصص دي كلها، عن العكس الرجل يتأثر بالمرأة أكثر مما تأثر المرأة بالرجل. فعشان كده الله عز وجل برضو حل للرجال اللي هي تتزوج أكثر من مرة. وده علميا، يعني علميا معروف نظر الرجل للمرأة غير، أو احتياج الرجل للمرأة عن احتياج المرأة للرجل. طيب، فده بشكل عام يعني. فنصيحتي الأولى للحاجات اللي مفروض الواحد يعملها، سواء الرجل أو المرأة، اللي مفروض يعملها ما فيهاش نقاش أصلا. يعني الناس بتيجي في الحاجات دي وتقول لك: ما هو أقول له يغض بصره، وهو الولد يقول له طب ما تلبس كويس. ما هو كل واحد عليه واجبات. الواجبات دي في حق المرأة اللي هي تتحجب، يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالطبيعي اللي الحرة عند العرب كانت بتتحجب، تمام. والإماء هم اللي بيبقوا معروفين وشهم حتى مكشوف. فتلاقي الأئمة الأربعة تكلمت في فرضية النقاب، تغطية الوجه في زمان الفتنة. فبالنسبة للمرأة الحجاب، متى بلغت المرأة فالحجاب فرض. يعني ما ينفعش أصلا اللي هو يترك زي الصلاة كده. والتبرج كبيرة يعني إيه، ليها وعيد في الآخرة. فأنت متخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وقال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فأول حاجة فرضية الحجاب، لازم الفتاة تتحجب متى بلغت. وتاني حاجة إن التبرج كبيرة بل وسودة كبيرة جدا. والحجاب الشرعي ليه 7 شروط: لا يصف ولا يشف، وليس لباس شهرة، وما يكونش رقيق، ويكون فضفاض، وما يكونش ماسك في الجسم، يعني ما يكونش زينة في نفسه. والست لازم تتعود، اللي هي الإسلام جاء لها بتلك الأمور حتى تكون عزيزة، تمام، عزيزة. وكان مش بس في الإسلام، حتى في اليهودية والنصرانية الحجاب ده أصلا موجود.
وكانت ملكات الغرب برضو بيرتدين النقاب والحاجات دي. فلازم المرأة تبقى عزيزة، وهو لو هي بتكراش عشان تعيش حياتها، فالرجل بينظر للنساء اللي هم دولت بنظرة دونية جدا، وبتبقى بالنسبة له زي أداة بيستخدمها ويرميها حرفيا يعني. فليه يعني المفروض المرأة تبقى عزيزة، تمام؟ وعشان كده ربنا عز وجل جعل لها محرم، حد يحميها، حد يحميها. فليه المرأة تنزل لهذا المستوى اللي هي بقت أداة بتستعمل، اللي هو ايه؟ والله انا واحدة النهاردة وقضيت معاه اللي انا عايزه. وهو الشباب لو لم يتقي الله عز وجل بيستخدم النساء كده، اللي هو ايه؟ مفرغ للشهوة، تعالى انا اوصل معاه طبعا لو ما فيش دين، للي انا عايزه وخلاص خدتها يلا ارميها. فالمرأة لازم تتقي الله عز وجل. وشوف عشان كده ربنا عز وجل قال ايه؟ واذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء الحجاب. والله عز وجل يقول ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله عز وجل يخاطب الصحابة وأمهات المؤمنين. فيعني أنت لك أن تتخيل يعني اللي هم أصلا يعني طب الطب. فمش معقولة يعني، مش معقولة والله حرفيا يعني. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهم. فاللي هو والله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن، تمام، إلا لبعولتهن. والله عز وجل قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فيعني انت يعني اللي هو البنات ده الواجب، ده مش اللي هو تقول لا ما اصل هو غض بصر. لا، ما احنا هنتكلم في القصه دي ما لهاش علاقه بغض بصر ومش غض بصر، ده واجب على النساء. فلو النساء التزمت ده اصلا هتلاقي اللي اكثر نسب التحرش والزنا والاغتصاب متخيل في دول الغرب، في فرنسا وامريكا والكلام ده كله. الناس اصلا اللي هي مفروض عندها الزنا سهله، ومع ده الاغتصاب، وكمان الحاجات بتاعه زنا المحارم. فيا جماعه يا جماعه يعني ليه؟ لانك تروح لاي كامبس هناك ولا جامعه تلاقي الستات لابسه كأنها يعني ايه ده. فلازم لا، ده الواجب على النساء. الموضوع بقى زي ما قلت ملهوش علاقه اصل بص للراجل، اصل بص بقى ملهوش علاقه. وبالنسبه للرجل فالمطالب هو بغض البصر، ومطالب باللي هو يجمع شهوته عن طريق اللي هو لو لم يستطيع الزواج اللي هو اسمه ايه ده، اللي هو يصوم. فمحتاج اللي هو يبتعد عن مواطن الشهوه. فانا صاحبي قلت له اولا انت مطالب منك انك ما تروحش المكان اللي انت عارف انك انت بتفتن فيه. عشان كده لو انت عارف اللي فيه مكان فيه فتنه غير جائز ليك ان انت تروح، ولو رحت هتأثم، تمام. فلازم تركز، هو الرجل يركز في ده جدا. لو انت عارف اللي فيه مكان هتفتن فيه ما تروحوش. طب انا الشغل ومضطر اروحه، الشغل ومضطر تروحه، هتروح ما تقعدش لا تختلي بامرأة. ما تهزرش، ما تكسرش الجدار اللي بينك وبين ودي مصيبه سوداء اصلا يعني. شوف ربنا عز وجل يقول اللي هو واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. لا دلوقتي بقت خلاص الرجل والبتاع، وتقول لك اصل انا جايبه لك الفطار تعالى نفطر مع بعض. يا لهوي يا جماعه، فين عزه المراه؟ فين حياء النساء؟ وهو فين مروءه الرجال اللي هو تلاقيه زي الخرنج رايح يفطر معاها ولا يعمل معاها؟ ايه ده يعني ايه ده؟ فانت كرجل لا، لازم يبقى ليك وقارك. تروح لقيت ناس بتهزر مع بعض سيبهم وامشي، او تكلم مع الرجال قول لهم ده ما يصحش، ما ترضوش اللي ده حد يعمله مع زوجاتكم وبناتكم واخواتكم. لا ترضوه، لا ترتضوه. فالرجال في موضع فتن ما تروحوش. رحت ولقيت حد بيهزر اترك المكان، يا اما تغير المنكر يا اما تتركه. وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم، تمام. والله واحدة جت سألتك على حاجة، اقطم في الكلام، تكلم وغض بصرك، أو وتكلم بجدية، تمام، ما تقعدش تهزر، تمام. وإن استطعت الباء أن تتزوج وإنك تغض بصرك. غير كده كل سنه وانت طيب. فاحنا تكلمنا في حاجات لان الاختلاط دلوقتي اختلاط غير جائز، اختلاط الواحد بيأسم فيه. فلو هو مضطر عليه، وانا يعني انا بيجي لي كميه رسائل تخزي والله العظيم، تخزي
واحدة مثلا مديرة واحد تقول له انا ماليش غيرك، بتكلمه كده عشان هو بيخلص شغل، ومثلا ممكن تبعت له ده في الواتساب ومراته تشوفه. او مثلا واحدة مثلا مديرها في الشغل يعني بيستعملها أسوأ استعمال. غير بقى بلاوي سودا، يعني اللي يعني انت لو دخلت النت تقرأ بس هتشوف بلاوي بلاوي بلاوي. فالنساء البنات تتقي الله عز وجل، والرجاله تتقي الله عز وجل، عشان يبقى في مجتمع قائم على العفه، قائم على الطهر، قائم على الواحد بيتكلم مع الناس مش عشان اجسادهم. تمام. عشان كده يعني الزنا كان العقوبه بتاعته من اكبر العقوبات. واحد متجوز يرجم، مش متجوز يجلد. فاللي هو اللي يا جماعه الموضوع وقدام الناس اذلال ما بعده اذلال. فنتقي الله عز وجل ونعرف اللي سبحان الله انت ايه، كما تفعل يفعل بك، كما تفعل يفعل بك. هتقعد تسيب نفسك وهتقعد تسيبي نفسك، هتلاقي اللي جوزك او اللي هتتزوجي واحد منيل بنيل، وانت نفس القصه. ودلوقتي اللي يقول لك اصل الاكس واصل الكراش واصل البتاع قبل الزواج يا جدعان في ايه؟ احنا البلاوي اللي احنا فيها دي مش من فراغ، وكتاب الله مش من فراغ ابدا يعني. الله المستعان، ربنا يصلحنا يا رب. ونشأ من اكتر الدول مشاهده للاباحيه بدون سبب. الشباب مش لاقي يتجوز، وطول طول الوقت بقى قدامه نساء يعني حاجه طين. وبقى الحرام سهل. فلازم المرأة تبقى عزيزة، او الرجل يبقى رجل. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.